يسطع نور في وجهك الجميل. هنا مراكش أيقونة السياحة المغربية، وفي القلب منها ساحة جامع الفنا، المعلم الأبرز ومقصد السياحة الأول لزوار المدينة الحمراء. بنيت الساحة في عهد الدولة المرابطية خلال القرن الخامس الهجري كنواة للتسوق، لكن أهميتها تزايدت بعد تشييد مسجد الكتبية بعد قرابة قرن كامل. واستغل الملوك والسلاطين في ذلك الوقت الساحة كفناء كبير لاستعراض جيوشهم والوقوف على استعدادات قواتهم قبيل الانطلاق لمعارك توحيد المدن والبلاد المجاورة وحروب الاستقلال. ومنذ ذلك التاريخ وهي تعد رمزا للمدينة وفضاء شعبيا للفرجة والترفيه للسكان المحليين والسياح. إنه مكان يتميز بالتقليدية، فيه الكثير من المتعة. أعجبتني الثعابين والقرود. يتضمن المكان مقاه جيدة ومطاعم ممتازة. تجولنا أيضا في الأسواق الشعبية. أعتقد أنه واحد من أشهر وأهم الأماكن في شمال إفريقيا. بالنسبة لنا حاجة جديدة وتشبه برشا لتونس، وعجبوني العبيد وكل شيء باهي. تبدو في ظاهرها ساحة من أسفلت تحيط بها دكاكين وفنادق ومقاه ودروب، لكنها باتت محجا للزوار من كل أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهدة عروض مشوقة لمروضي الأفاعي والقرود ورواة الأحاجي والقصص والموسيقيين إلى غير ذلك من مظاهر الفرجة الشعبية التي تختزل تراثا غنيا وفريدا كان من وراء إدراج هذه الساحة في قائمة التراث اللامادي الإنساني التي أعلنتها منظمة اليونسكو عام 2001. مدينة مراكش كما هو معلوم تمثل القلب النابض للسياحة في المغرب، شيء منطقي بحكم تواجد يعني مراكش يمكن نقول يعني جنوب المغرب، ولكن يمكن نعتبره حتى الوسط الجنوبي المغربي. وبطبيعة الحال سياح من جميع الأجناس كيجوا لمدينة مراكش، وبالضبط هذه المنطقة جامع الفنا. تتنوع الأنشطة الترفيهية التي تقدم في ساحة جامع الفنا، لكن أكثرها تشويقا بالنسبة للزوار هو الركن الخاص بمروضي الأفاعي. فأول مهمة تواجه مروض الأفاعي هي محاولة إقناع السائح بأنها غير سامة ومدربة على التعايش السلمي مع البشر. بعد ذلك تأتي المهمة الأصعب، وهي إقناع السائح بالتقاط صورة مع أحد الثعابين مقابل مبلغ مادي يؤديه السائح للمروض. وبعد الانتهاء من التنقل في مختلف أروقة الساحة يختتم السائح جولته النهارية بالتوجه إلى ركن العصائر الطازجة، حيث تتوفر له تشكيلة منوعة من العصائر التي يتم إعدادها أمام عينيه. وبخلاف ما درج عليه الحال في معظم الأماكن السياحية، فإن غروب شمس النهار في ساحة جامع الفنا ما هو إلا إذان ببدء حالة جديدة من الإبهار الذي تمنحه الساحة. فالليل في ساحة جامع الفنا وجه آخر من وجوهها المتعددة لا ينكشف إلا لمن يقدر على الانفلات من ضجيج وصخب النهار ليندس بين خيوط الظلام الذي تكسر عتمته أعمدة الدخان المتصاعدة من ركن الأكلات الشعبية، حيث يعد هذا المكان الأكثر إغراء للزائرين المحليين والأجانب على حد سواء، لما يقدمه من وجبات محلية تشتهر بها مدينة مراكش كالطنجية وباولو وغيرها من الأكلات التي تسيل لعاب كل من يشتم رائحتها من بعيد. بعد قضاء يوم كامل في ساحة جامع الفنا بمراكش لم يبقى للزائر سوى أن يتذوق الأكلة الأشهر في مراكش الطنجية، وفي الأخير يبقى الفرق شاسعا بين من يأكل